ما تيجي نعمل الغدا مع بعض النهاردة. هنعمل النهاردة طاجن سمك مشوي في الفرن مع رز الصيادية خطير في حتة تانية خالص، والسمك بقى الصوص بتاعه يجنن. ده سمك مشوي مخلي خطير بجد، هتجربيه بطريقتي وهتدعيلي عليها. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. عندنا سمك فيليه احنا غسلينه كويس جدا بالدقيق والملح ومصفيينه وحطيتهم في بولة، وهنزل عليها بخلطة السمك اللي هي عبارة عن توم مفروم، وعندي فلفل أحمر مفروم، وبحط عليها توابل السمك، وعندي عصرة ليمون حلوة قوي. السمك بيحب الليمون. بعد كده هتلاقيها بقى خد اللون الخطير اللي انتي شايفاه ده، بسيبه نص ساعة في التتبيلة دي. وبعد كده بجيب جريلا سخنة جدا فيها معلقة زبدة، وأبدأ أديله صدمة. هو ده السمك الفيليه المشوي من غير زيت ومن غير فرهضة كتير في المطبخ. أول ما بياخد صدمة ولون ذهبي كده بنقله على الجنبين، وبعد كده أجيب الطاجن. هحط بقى خضاري، عندي بصل وفلفل رومي وفلفل أحمر مقطعينهم جوليان، وهحط بقى السمك بتاعي، معلقة من الصلصة البيوريه بتاعتي، وعصرة ليمونة، ونص كوباية من المية السخنة، وأغطيهم وأدخلهم الفرن. تعالي بقى نعمل أحلى رز صيادية. حلة كده وفيها معلقة زبدة وشوية زيت، بصلة مفرومة وفلفل رومي مفروم، وهحط عليهم توابل الرز الصيادية. هنزل بقى بالرز المصري المغسول كويس جدا ومتصفي، وابدأ بقى اشوحه في التتبيلة دي، وهنزل عليه بمية سخنة، وهظبط الملح بتاعي. واول ما يتشرب هروح انا موطية عليه النار تماما، بيطلع مفلفل وريحته تجنن. وعندي السمك المشوي استوى وبقى خطير. الصوص بقى بتاعه ده في حتة تانية. حطي بقى جنبه كده طبق سلطة كده محترم، بجد خطير. جربيه وهتدعيلي عليه. طاجن الجمبري بقى، عندنا جمبري غسينه كويس بالملح والدقيق، وشايلين منه الكيس الرملي اللي بيبقى موجود في الظهر ده، ولو مش هتعرفي قولي للسماك يعملهولك. عندنا حلة وفيها معلقة زبدة، ونزلت برضو بخلطة الثوم اللي احنا تبلنا بيها السمك، ونزلت بالجمبري. وبعد كده عندي خلطة السمك دي رهيبة، جربوها بجد بتودي السمك في حتة تانية خالص. نزلت بيها بمعلقة، وأول ما يتحول اللون الأورنج كده أنزل بقى بالخضار بتاعي، عبارة عن بصل وفلفل رومي وفلفل أحمر متقطعين جوليان. هشوحهم كويس كده عشان ياخدوا من ريحة الخضار. وبعد كده أجيب طاجن وأحط عليه نص كوباية من المية السخنة، كوباية من صلصة الطماطم البيوريه، وبحط بقى الملح والفلفل الأسمر بتوعي. وبعد كده أحط شرايح ليمون، ورق زبدة، ورق فويل حراري كده، وببدأ إن أنا أدخله على فرن درجة حرارة 200. ما بياخدش نص ساعة بيبقى خطير. شايفة واخدة اللون الجولد ده ازاي؟ والطعم في حتة تانية حقيقي. يبقى عملنا مع بعض النهاردة طاجن سمك فيليه مشوي خطير مع شوية رز صيادية في حتة تانية، ومعاه طاجن الجمبري. جربوه بطريقتي، ولو عجبك الوصفة لايك وشير.